ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو. انا عارفه ان انا بقالي كتير مش بنزل فيديوهات، ولكن الفتره الجايه في فيديوهات كتيره جدا، بالذات بقى ان في سفر وحاجات بقى زي كده. هصور لكم كتير وهقول لكم انا رايحه فين. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك في القناه لسه مش مشتركه. وتعالي اقول لك الفيديو النهارده معايا ايه. انا فتحت الباب لقيت الشنط دي. هقول لكم طبعا فيها ايه وليه والحاجات دي كلها. بس هنمشي بقى بالفيديو كده واحده واحده، وتعالي اقول لكم الشنط دي كلها بعد ما فضيتها لقيت فيها ايه ومين اللي جايبها. تعالوا بقى كده نشوف الحاجه دي كلها. هل انت مثلا بقى انا نزلت جبت حاجات وكده؟ لا، دي حاجات كده بتاعه العيد. اللي هي الاهالي بتجيب لبناتهم بعد ما يتجوزوا كل عيد الحاجات دي. طبعا مش كل البيت بتعمل كده، دي عادات وتقاليد عندنا احنا. في ناس بتقدر تجيب، في ناس ما بتقدرش تجيب، دي حسب المقدرة. اللي الاهالي يعني بتقدر تجيبها او لا. اكيد طبعا مش حاجة مهمة. آه، حسب طبعا كل بيت اتعود على ايه. ولكن احنا كمثلا كأصلا صعيدة وكده، فاحنا عندنا العادات دي. بس طبعا بالنسبة لأماكن تانية مناطق تانية ما فيش الحاجات دي أصلا، بيروحوا زيارات عادية في الأعياد أو ممكن لأ حسب المقدرة. ولكن احنا دي عاداتنا وتقاليدنا احنا. هوريكم كده طبعا. ماما جابت لي الحاجات دي كلها وهوريكم جابت لي ايه بالظبط وكل ده. طبعا كل سنه وانتم طيبين. دي الحاجات اللي هي جابتها لي وكده. هعرفكم جابت ايه وكل حاجه كده بالتفصيل. ولكن انا هنا مثلا كنت لسه بوريكم، كنت فاتحه طبعا بقى الشنط وكده، ما كنتش اعرف فيها ايه. ولكن لما فتحتها طبعا اتفاجئت بالحاجات دي كلها. زي ما قلت لكم مش لازم كل واحده تشوف الفيديو فتروح تعاتب مثلا على اهلها ان لازم تجيبولي والحاجات دي. لا اطلاقا خالص، دي عادات وتقاليد عند بيوت معينه. مش كله بيجيب الحاجات دي، مش كل الاهالي بتجيبها، مش كل الناس اصلا تعرفها. يعني في ناس ممكن تسألي هتبقى عارفاها ان هم اصلا بيجيبوا الحاجات دي، وفي ناس كانت بتجيبها وبطلتها بالنسبه لظروف الغلا والحاجات دي كلها. وانا مع الناس دي جدا، ان خلاص مادام الدنيا والظروف مش سامحه مفيش داعي اصلا ان هي تتجاب. ولكن في اهالي بتبقى خلاص واخده ان ده لازم يتجاب فبيجيبوه. تمام. فان حسب كل واحده وحسب مقدره كل حد اذا كان يقدر يجيب او لا. طب هي جابت لك ايه يا تينا؟ تعالوا كده اوريكم الحاجات دي كلها. جابت لي كده مكرونات بانواعها. وجابت لسان عصفور، وجابت حمص بقى عشان الشتاء، وقعدت عشان الشتاء دي اللي كنت طالباها منها كده لوحدها يعني. فجابتهم لي مع الحاجة. وسكر ومكرونات وزيت و... ولسان عصفور اهو. طبعا بقى ايه بتبقى التشكيلة حسب برضو كل بيت. يعني في ناس تكتفي بمثلا لحمة وخضار بس والحاجة بتاعت يعني اللحمة وكده. في ناس تكتفي بفاكهة بس. في ناس تكتفي بفراخ يعني مقدرة كل بيت حسب ما تعود. في سمنة، هي جايبالي السمنة دي بما ان انا عندي بلدي، ومش في كل الاكل بحب احط يعني البلدي كتير، فجابت لي كمان علبة السمنة دي. كنت مجرباها وحلوة فجابت لي زيها. دي المكرونات جابت لي بسلة وجزر للطبيخ يعني بتاع اللحمة اللي هي جايباها دي. وكمان بصل وقوطة. تمام. دي الحاجة اللي هي جابتها لي زي ما انتوا كده شايفين. طبعا الحاجة كتيرة جدا بجد، انا بشكرهم قوي على الحاجات دي كلها. مش عايزة حد طبعا يتضايق من الفيديو، بما ان في ناس ممكن تقول طب احنا مش في مقدرتنا ليه بتورينا الحاجات دي. بحب اشاركهم كل يومياتي، وناس كتير قوي بتشارك اكتر من ده بكتير. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو شرحت قلت دي مقدرة، مش كل واحدة تشوف اهلها تقول اشمعنى ومش اشمعنى. دي حاجات كل واحد على قد ما تعود، على قد ما يقدر، وكمان حسب ما تعود اذا كانت الحاجات دي يعرفها او لا. فتلك الاحوال يعني مش مهم. طيب انا بقى بعد كده ما اوريكم كل الحاجات اللي اتجابت دي، خدتها طبعا شلتها في ضلفة الخزين والحاجات دي. طبعا بما ان انا شفت اللحمه والدنيا دي كلها فقلت لازم اعملها معاكم. دول 2 كيلو، عملت كيلو. جبت الحله كده الميه. اول ما ابتدت تغلي حطيت كده كيلو من اللحمه، قسمت اللحمه نصين وخدت منها كيلو. طبعا زي ما انتم عارفين متعودين في الفيديوهات بتاعتي ان انا مش بقطع اللحمه زي ما جايه من عند الجزار، زي ما بحطها. آه
هي يعني مش بقطعها ومش باجي جنبها، بحطها بنفس التقطيعه بتاعته، بتبقى تقطيعتها حلوه جدا يعني مناسبه، لان هي اصلا طبيعه اللحمه بتحط في الميه بتكش شويه، فانت لو قطعتيها اكتر من كده هتبقى صغيره جدا، واحنا بصراحه مش بنحبها كده. حطيت زي ما انتم شايفين كده كيلو، وجبت كده الطاجن كده بتاعي حلو، عملتها في الطاجن. طبعا انتوا شفتوا الطواجن دي معايا كده كتير وشفتوني بعملها ازاي، فطبعا هختصر لكم كده في الفيديو. جبت الطاجن وحطيت فيها كده معلقه سمنه كبيره كده بلدي، وقطعت بصلايه وفلفل حامي، تقدري طبعا تستبدليه بفلفل رومي عادي خالص. هنا بقى جبت كده البصليه، قطعتها تقطيع كده صغير، وسبتها تتشوح مع البصل، وبعد تتشوح مع السمنه بقى والريحه والفلفل وكده وريحتها تطلع. وبعد كده جبت الطماطم حطيتها، وقطعت البسله والجزر وحطيته، وحطيت فيها اللحمه. وشوفوا بقى الجمال، وشوفوا شكله اصلا عامل ازاي، مش محتاجه ان انا اتكلم واقول لكم. الحاجه هي باينه قصادكم. اتمنى بقى لو عجبكم تحطوا لي اللايك وتشجعوني وتعملوا اشتراك في القناه. طبعا زي ما انتم شايفين اهو. بعد بقى ما طفيت كده عليه، خدته حطيته في تحت الشوايه ياخد اللون كده الحلو. ممكن طبعا ما تحطيش عادي تحت الشوايه لو انت مش عايزه، ولكن بياخد اللون الحلو كده مع رشه الفلفل الاسود. زي ما قلت لكم بنجيب كده بصلايه وسط مع سمنه بلدي، وبعد كده بننزل كده بنص شفشق طماطم او حسب حجم الطاجن بتاعك هيشيل قد ايه. وبعد ما يتسبك شويه بنحط البسله والجزر، وبعدين اول ما تستوي بنحط اللحمه تاخد معاها كده غلوتين، وبعد كده بننزلها تحت الشوايه، بيبقى معاكي من المنظر ده. طبعا شكله حلو جدا وبيتكلم عن نفسه، مش محتاجه ان انا اقول لكم عامل ازاي. اتمنى ان يكون الفيديو النهارده كده عجبكم، واتمنى اني مش هغيب عنكم تاني خالص ان شاء الله. استنوا الفيديوهات الجايه هتبقى حلوه جدا. ما تنسيش بقى تحطي لي اللايك وتعملي اشتراك في القناه، ولسه مش مشتركه، واشوفكم في فيديوهات تانية. باي باي.